تجبروا كاع ما تهضروا على المغرب. ملعب كبير، ملعب عالمي، الملاعب العالميه، تخيل انت العالم كامل في المغرب وانت انت قاعد بوحدك، وتخيل تمنى حافظ الدراجي تلعب كاس العالم في المغرب، ولكن لا، غادي يخليوك تمشي للبرتغال ولا اسبانيا باش يصدعوا راسهم معاك، يصدعوا راسهم معاك، يديروا بك انت. الناس تجيب البرازيل، تجيب الارجنتين، عندهم صحفيين عالميين، تجيب العالم يتكب تما يهضروا على المغرب، تجيب انت يبقى لهم صحفي يمشي يصور في الظلمه، وصحفي يمشي يدور على شي لابوبيل يعني هذا واش غيديروا بيك حافظ الدراجي؟ خليوك اللهم تغبن من تشوف الارجنتين لاعبه في المغرب في اكبر ملعب، ولا في ملعب مولاي عبد الله، ولا في ملعب طنجه، ولا في ملعب اكادير، ولا في ملعب فاس، ولا في ملعب ديال مراكش، والعالم كامل راه تعرف الدنيا والتصاور والفيديوهات. نديروا بك انت تهضر لهم غير التحكيم انت في كاس العالم راه هضر لهم على التحكيم وقعدوا يضحكوا عليك. لا كاس العالم 2026 دبر شي حاجه باش تتلاها مع ترامب، دبر. راه على بالي راه صيفط لك واحد، راه جا واحد اليوم تما قال لك جمع راسك. المهم حافظ الدراجي، انا نكشفك حافظ الدراجي، وانا هو والد الدواء ديالك. هي واش هي انا خاصني المغاربه ما يتفاعلوش معاك باش ما تطلع لك شويه القيمه، لانه خصنا ننزلوها لك، هذاك شويه اللي يطلع لك خصو يهود. انا بغيت المغاربه يجاوبوك كيما راني نجاوبك انا بالقاصح، نجيب لك الادله. في 24 و 25 قلت النهائي، واليوم عاود قلت النهائي، والعام الجاي غادي تبقى تقول النهائي، بصح في 28 غادي تجيك الصدمه الكبيره، غادي ملي تسمع النهائي كاس العالم رسميا من عند انفانتينو يتلعب في المغرب، هذيك هي الصدمه اللي غادي تجيك كبيره. اه والمغرب غادي يشري الفيفا ويشري كاس العالم ويشري كلشي الدول، المهم النهائي تلعب في الدار البيضاء. وانا متيقن وعارف واش راني نقول، بصح انت ما عندكش والو، انت تخدم بهذيك العاطفه، تبرد شويه هذوك الجماهير، راك عارف هذه هي خدمتك، هذا واش ما غاديش تهضرناش على واش راه واقع في الماكله، واش راه واقع في البلاد، ما تهضرش على هذيك الحوايج راهم قالوا لك لا غير خليهم، انت ماشي شغلك في هذيك الحوايج، خليهم يهضروا عليهم. الصحفيين كاملين هاربين يهضروا على فضائح البلاد، على فضائح الامطار اللي في غليزان، على المشاكل. تهضروا عمرو جبرتوا شي قناه تهضر على المشاكل في الجزائر؟ عطيوني قناه في الجزائر تهضر على المشاكل، مشاكل المواطنين، العجلات، بزاف الحوايج، ولكن ما يهضروش على المشاكل المواطن. هذا يهضر لك على كاس جاء سمع رئيس الاتحاد الاسباني مشى يجري حافظ دراجي حافظ دراجي كتب لنا شويه على المشاكل، كتب لنا الله يرضى عليك، بدل شويه سي جي وروح كتب لنا، شوف المواطن راه خاصو ترفع له انت تكتب عليه وتهضر على المواطن واش خاصو، ما تبقاش راقد حافظ الدراجي، ما تبقاش تهضر على شي حوايج اللي بعاد عليك. شوف المواطن، الله رمضان قرب والمواطن راه شويه قاصحه الحاله، الدنيا عنده قاصحه في الجيب، هضر عليه. لكن المغرب راهم ساكتين، غير ساكتين. شوف خرج هذه المره الصحفيين عطاوك درس، ومازال غادي يتحركوا لكم الاعلام، المغرب غادي يتحرك، ولكن المشكله فين؟ المشكله بالخدمه. المغرب خدام دق والسكوات، القجاره خدام، مشاو الفوتسال جابوا لقب، هادو الفتيات والفتيان جابوا لقب ديال دور شمال افريقيا، يخدموا الاكاديميه ديال محمد السادس راه خدامه في قطر في دوري قداش، وغاديين وخدامين. بصح انت الدور ديالك واش هو الدور ديالك؟ الا باش شويه يطلع لك التفاعل، باش شويه الشعب ينسى، باش ما يهضرش على هاد الحوايج، ما يشوفش هاد الحوايج هادو اللي واقعين، ما يشوفش هاد الطفره الرياضيه اللي في المغرب اللي غاديه، وما يشوفش بلي القاعه المغطاه هذه اللي اندارت في المغرب ديال كيقولوا القاعه المغطاه هذه اللي اندارت، ما يشوفش بزاف الحوايج. خاصو يشوف غير واش تيكتب حافظ الدراجي على المغرب ودي حافظ الدراجي والله. شوف تعرف نهار ربي غادي يفرج عليك حافظ الدراجي من هذا الشيء اللي راك واقع فيه، وهاد الضغوطات النفسيه اللي راهم موقعينك فيها، نهار غادي تفرج عليك تقول له ما ودي خصك تطلب السماح من الشعب الجزائري، والله العظيم خصك تطلب السماح، تقول له ما ودي ما عندي ما ندير، انا كنت راكو عارف الا غالب. على الاقل الشعب الجزائري نهار اللي غادي لا قدر الله ان شاء الله يترانجا وبيناتهم المغرب والجزائر سياسيين وكل شيء، غادي يشوف بلاد المغرب مشى 30 عام ولا 40 عام، وشكون كان السبب ديالو؟ نتوما كصحفيين، والله العظيم كنتم مساهمين مليار في المية، لانه نتوما ما كنتوش تخدموا البلاد، تخدموا. المهم بلا ما نكمل معاك، هذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم، تهلاو في راسكم، الى فيديو اخر ان شاء الله.